صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا حبايبي ايه عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني. بصوا ده توم، شويه زيت كده ايه بحمره كده، هتعرفوا دلوقتي ليه. ونطشه بايه؟ بشويه خل كده، نسيبه بقى يغلي كويس قوي عشان ايه البخار اللي فيه والحاجه تطلع كلها. هيغلي مع بعض كده، اول ما يغلي هوطي عليه يغلي شويه ونشوف. ده معانا ايه؟ بتنجان وفلفل سبايسي اخضر واحد او اخضر بس اي حاجه عندي، ورومي وبتنجان رومي. دلوقتي بصوا انا حاطه واحده ايه تستوي دي، والميه بتاعتها اوعوا ترموها. هتشوفوا دلوقتي احنا هنعمل ايه بدي. هنا بقى ايه التوميه بتغلي اهي مع ايه شويه الخل. هرجع بقى ونقطع دوت كده، وهنشوف دلوقتي هنعمل فيه ايه. شوفوا دلوقتي الطريقه. ده ايه شويه البهارات ايه، اللهم صل على النبي. ملح مبحر، ده ملح مبحر، وده ملح عادي، ودوت كركم، شويه كزبره، شويه كمون. بس ده اجيب شويه جنزبيل، مع ان انا حاطه دوت عليه بهارات. ملح مبحر ده عليه جنزبيل وكركم وكزبره، كل انواع البهارات اللي عندي اللي احنا ايه بنحبها. هنرجع بقى ونشوف اما اقطع الباذنجان دوت ايه اللي هيحصل. وداعا لعمايل المسقعه بالزيت. خلاص هنوفر بقى وايه وندبر في البيت. الزيت غالي، وكمان بتوع الرجيم وكمان اللي هم عندهم دهون مش عايزين زيت. هنرجع بقى ونشوف المسقعه ازاي هتتعمل من غير زيت. بصوا يا حبايبي، التومه اتحمرت، حطيت عليها الخل وغليت شويه، وحاطه ايه بقى كيس طماطم اللي انا ايه مفرزاه في الفريزر، وبهرت برضو نفس ايه البهارات والحاجات دي اللي انا قلتها لكم ايه في اول الفيديو. هنسيبه بقى يتكتكوا كده مع بعض، توطي النار كده عليها تبقى جميله. بصوا بقى كده قطعنا الباذنجان اهو. هنعمل فيه ايه؟ كل الحاجات اللي قلت لكم عليها كده اهي، ونقلبه كويس جدا مع بعض، وهنرجع ونشوف الدنيا فيها ايه. بصوا بقى لما قلبناها بكل التوابل، هتقولي اللون دوت جاي من ايه؟ لكم ده اللون ده جاي من الكركم مع الكمون بقى والبهارات كلها اللي حطيناها دي. دلوقتي بقى كده مسقعه. طب هتقولي غير زيت؟ ليه بقى؟ بس ايه بمعلقه زيت صغيره كده، بصوا حاجه كده ايه خفيفه كده بحرص، تحطوا كده بايه بحرص حاجه كده بسيطه جدا. يعني ممكن ايه تكون معلقه زيت ايه كبيره، رشرشها كده بالراحه خالص اهي. والسر بقى هتتعمل ازاي لوحدها كده؟ لا، ولع لها ايه بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله ايه الشوايه خلوا بالكم بقى من الشوايه يا جماعه. دخلها كده ايه ولعنا الشوايه اهي. خلوا بالكم اخضر طرخ كتير بس الزيت حاجه بسيطه ازاي. الزيت غالي، وكمان عندنا الدهون والامراض والحاجات. وفوائد الباذنجان دي يا جماعه دي 5 دقايق 7 دقايق بالكتير تحت الشوايه. خلوا بالكم. نرجع بقى هنا الباذنجان دوت فوائده للكبد للكوليسترول. بصوا انا فتحت الباذنجان لقيت فيه ايه مش حلو شايفين شكله عامل ازاي زي السفنجه كده مش حلو. طب بقى هعمل ايه؟ كنت عامله بقى الباذنجان اللي هو الحلو قطعته وعملته. بصوا ده هيترمي ازاي شايفين زي السفنج كده. ده لقيت واحدتين حلوين واحدتين لا. طب هنعمل ايه؟ الاكل كده مش هيكفي. عملت ايه مع الباذنجان اللي بسلقها هنا؟ غسلت بطاطسيتين، قلت ايه اعمل طبق بطاطس مهروسه جنب الباذنجان المسلوقه جنب صينيه المسقعه ليه في الشوايه. هنرجع مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه.